اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، يا مساء الورد والفل والياسمين. تعالي بقى النهارده لما اقول لك على خلطه محشي مظبوطه متسبكه وطعمها يجنن. تنفع لجميع انواع المحاشي، كرنب وكوسه وبتنجان. كل اللي هياكل المحشي ده عندك هيحلف بجماله وطعامته. واهم حاجه بقى ريحه المحشي اللي هتقلب العماره وتقلب الشارع بتاعك والشارع اللي ورا اللي وراه. حطي لايك حلو للفيديو وكومنت حلو، وتعالي نشوف خلطه المحشي الخطيره البسيطه. سهلة جدًا يا بنات. أول حاجة سميت جبت الطماطم غسلتها حطيتها في الكبة مع قرن فلفل أحمر وقرن فلفل سبايسي، مش هيخلّي المحشي مشطشط بس بيدّي له تيست حلو. حطيت حلة على النار فيها زيت وفيها ليا مقطعاها قطع صغيرة. لمّا الليا سالت كده ونزّلت الدهون بتاعتها نزلت بالطماطم. حطيت معلقتين كبار من الصلصة تعزّز لون التسبيكة. بالمناسبة بتقولوا عليها تسبيكة والّا تخديعة؟ ومعلقة هريسة شطة اختياري. قلبت الكلام ده كله مع بعضه وغطيت عليها وسبتها تتصلصل براحتها. ونيجي بقى على أهم تركة اللي هتخلّي المحشي ده في حتّة تانية طعم وريحة، كمية بصل محترمة تضربيها في الكبة ضرب خشن، نبهّر البصل بملح وفلفل وكمون وبابريكا، ما تكتّريش كمون علشان المحشي طعمه ما يتغيّرش، والبابريكا بتدّي لون حلو جدًا، جدًا للمحشي بعد ما يستوي. أهم حاجة بقى ندعك كويس جدًا البصل بالبهار لحد ما ينزّل كل المَيّة اللي فيه، الرز نكون غاسلينه وسايبينه يتصفّى، والخضرة المشكّلة شبت وكزبرة، حابة تحطّي بقدونس ما فيش مشكلة، بس كتّري شبت وكزبرة عشان المحشي يبقى طعمه خطير. قلِّب الكلام ده كُلّه مع بعضه ولازم الخضرة تشرب من مَيّة البصل هي والرز، وتقلّبي كل ده مع بعضه كويس جدًا. وهنا بقى التسبيكة أو التخديعة حسب ما تقولوا عليها، كانت ما شاء الله اتسبِّكت وخطيرة وتحفة. ناخد الكلام ده وننزل بقى يا متدلّع، أنتِ مجرّد ما بتنزلي كده بالصلصة بتشمّي ريحة خطيرة. بنقلِّب الكلام ده كُلّه مع بعضه، وطبعًا مش هننسى الزيت، أهم حاجة الزيت علشان هو اللي بيدّي لمعة للمحشي. قلّبي كده كل ده مع بعضه. الخلطة دي حلوة جدًا يا جماعة، خفيفة وتحفة التحفة، ويا سلام بقى لو عملتيها من بالليل وحشيتِ تاني يوم، المحشي ده هيبقى خطير.